اسمع معاون العصابة ده بيقول ايه؟ في بنت بتطلع كده اسمها نعمة. النعمة دي بتقول لك انا كنت ممرضة في التأمين الصحي، وبعدين انا رئيس التأمين الصحي الدكتور محمد ضحي وقفني عن العمل وحولني على النيابة، والنيابة الإدارية فصلتني، وانا قاعدة انا وبنتي ومحبوسين ومش لاقيين ومش عارف ايه، وانا بستغيث. بيقول لك في بنت ممرضة كده بلغت عن مش عارف ايه، وانا وبنتي مش عارف ايه. شفت الواد خد نعمة مهدي وبنتها في الملف ازاي، وبيغطي ازاي، وبيعرض ازاي، وبيركن الموضوع ازاي. شايفين العصابة بتعرف تختار معاونيها ازاي. احمد الصاوي ده من معاونين العصابة. انا عايز اقول لك احمد الصاوي ان نعمة مهدي وبنتها هم اشرف منك ومن عينتك ومن البيئة اللي انت اتربيت واتولدت فيها. ليه؟ لان نعمة مهدي ممرضة درجة اولى. بنتها ده عندها ثقافة احسن من اسرة السيسي، من السيسي. اكتشفت واقعة فساد وزير الصحة خالد عبد الغفار في صفقة التطعيمات المضروبة اللي هي هتأذي اطفالنا وشعبنا. ولما بلغت عنها اتفصلت من شغلها واتحبست في بيتها، وقعد لها تحت البيت امن الدولة على كراسي. اندر الخواجة وغيره اسم الدخيلة هيتحاسبوا برضه، اسمهم في الكشف المحاسبة. وقعد لها تحت البيت مستنينها تنزل، يبعتوا لها ناس يستدرجوها ما تنزلش، يتم تجويعها داخل بيتها هي وبنتها. فضلت وراها لحد ما قطعتوا الكهرباء عن المنطقة عشان ما حدش يصور، واتقبض عليها وتم اختفائها قسريا. وزير الصحة اللي هي وجهت له الاتهام واللي الدنيا والحوار مقلوبة عليه، ولا أي حد فيهم طلع سأل خالد عبد الغفار في حاجة. ونعمة مهدي هي وبنتها تم اختفائهم قسريا. يعني بيقول لك أي واقعة فساد تشوفها اقفل بقك. تعال بقى نشوف بنت نعمة مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جنيدة البنداوي بنت الممرضة نعمة مهدي، وليا الشرف إني بنت الممرضة نعمة مهدي اللي كشفت فساد في الهيئة العامة للتأمين الصحي بمليارات. وبالفعل تمت إقالة المدعو محمد السيد أحمد ضحي، يعني ثبت عليه تهمة الفساد. وأنا كلامي في الفيديو ده موجه لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده دراع يا ريس، ده دراع بنت هتكمل في شهر 6 الجاي 20 سنة. أنا بقالي 5 شهور أنا وأمي محبوسين في بيتنا تحت الإقامة الجبرية. 5 شهور في جوع، في ذل، في قهر، في تخويف، في رعاية.